في هذه اللحظة المغرب منتخب يملك العديد من المهارات. لعبنا أمامهم مباراة ودية في شهر مارس الماضي ورأينا شيئا ممتازا فعلا، ولكن أظنهم في نفس مستوانا تحديدا. لا يوجد منتخب أفضل من غيره، لديهم فقط خصال مختلفة عن غيرهم. ولكن بالنسبة للمنتخب التونسي في الوقت الحالي وخلال السنة الماضية كذلك قدمنا مستويات جيدة، لم نهتم بالمنتخبات الأخرى كثيرا. مدربنا ركز فقط على أنفسنا وعلى لاعبيه وعلى منتخبه، لذلك نحن استغلينا ذلك لأنفسنا كي نفكر في أنفسنا وفي مبارياتنا وطورنا من أنفسنا. لذلك أعتقد أنه من الجيد لنا أن نواجه أي منتخب. بالتأكيد سأقول البلدان العربية، المغرب، مصر، سأتابعهم بالتأكيد أكثر من المنتخبات الأخرى دون أدنى شك، ولكن أولا ستكون تونس، وأتمنى أن نذهب بعيدا لما لا في هذه المنافسة.